الإسكان الاجتماعي كل العماير شبه بعضيها، 40 عمارة متحوطين بالسور اللي قدامكم ده. أمن على البوابة. الشقة 3 أوض وصالة. آه، يعني المكان مقفول محكم، كل الناس اللي جوه المكان عارفين بعضيهم. على أساس إن هم يعني ساكنين تبعا ورا بعض، فكل واحد بيبقى عارف التاني. لكن عيوب المكان برضو بيبقى فيه عيوب منها، يعني العيب الأهم إن المسؤولية جماعية، فكل واحد بيرميها على التاني. لكن المكان حلو. كفاية كمان حتة الأمن أو الأمان اللي موجودة جواه. المكان فيه حضانة، فيه مدرسة في آخر الصورة هي أو في آخر المكان خالص. لو خدتوا بالكم موجود السور اللي بعد العربية البيضاء. في مسجد، في سوبر ماركت، في حضانة، كل ده داخل المكان مقفول. فالواحد ممكن يكون ما بيحتاجش حاجة من بره. أكمل لكم تبعا. مشكلة المكان هنا الناس اللي بيجوا مستأجرين من بره بيبقى مش هاممهم حاجة، فالمستأجر في كل حتة ليه بيت. لكن الناس الملاك بيبقى الواحد بيحافظ شوية على المكان، نظافته. بيخلي المكان يعني إلى حد ما كويس غير المستأجر. أي حد بيبقى واخد شقة كاستثمار وقافلها بيبقى يعني يا إما قافلها يا إما بيأجرها. اللي بيأجرها لو ما كانش المستأجر كويس، الناس كلها تتفق عليه وتضطر إن هي تتفق على إنه يمشي من المكان. لكن المكان إلى حد ما هادي كويس، مفهوش مشاكل، دنيته ماشية وماشي الحال فيها. أكمل لكم بأمر الله في فيديو تاني وأقول لكم على كل حاجة موجودة في المكان. تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير.